مؤمن برني يا رياسة. انت وينك؟ انا وصلت. انا عند قهوة بيومي. شلون للحين ما وصلتي؟ انا راح انطرك هني، يلا لا تاخرين. ماشي ماشي، مع السلامة. طب ما تتفضلي يا استاذة، ما تتفضلي تستنيها هنا. تفضل فين؟ اتفضلي هنا في القهوة. عندكم شاي؟ عدي يا سلام، قهوة زي ما فيها الشاي. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضلي تحت. اهلا. ازيك يا استاذ؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. حتى تعلي كده من شأن القهوة، يعني يبقى أول بنات جنس لطيف يقولنا ويشرفنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أهلا يا بيك. أستاذ. أنا قاعد أنطر فيشتي بس تأخرت علي للأسف في الطريق وعلقت في الزحمة. ولا يهمك، بس أنت شبه حد مشهور، مطربة فنانة. اللي هي مين؟ قولي لي بقى أنت. ممكن فاتن حمامة. فاتن حمامة مش مطربة وممثلة، شبه حنين. أنت حنين؟ صح. عرفتني شلون؟ الله، ده أنا عارفك كويس قوي. الله. بجد؟ بجد. والله. صح أنا حنين. الله يخليك. الله يخليك. كنت ماشية هني وأنطر فيشتي. ده إيه الصدفة الجميلة دي؟ إي والله الصدفة الجميلة دي. طيب عايزين نسمع صوتك بقى. عايز تسمع صوتي؟ طيب أغني لك أغنية من أغاني. يا سلام. أقول لك برافو عليك، هناني كاني ما أعاني وضحكتي سما، صار السبب في كل قلب حب أرسما، عكس اتجاه الأرض طحت بحبه للسما. الله الله يا استاذه حنين. والله احنا سعداء جدا جدا بالصدفه العجيبه دي. وانا بعد والله. الله يبارك لها صاحبتك دي اللي خليتك تيجي من الناحيه دي بجد. الاول يا مؤمن. امرني يا رياسة. شاي. طبعا. انا هذا اول سؤال سالتك. طبعا. لا في شاي. شاي يا ابني. امرني يا ريس. شاي بسرعه للاستاذ. سكر زياده. سكر زياده كمان. طبعا مغنيه يبقى سكر زياده. طبعا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك. كلميني على الترند اللي جه مصر، حصل ازاي والصدفه ووصل عندنا ازاي؟ والله الحمد لله، عشان الاغاني جميله، الاغاني الحلوه طبعا الخفيفه اللي توصل بسرعه. طبعا ممكن هي تكون ترند وتوصل حق كل الناس بسهوله. فالحمد لله، وكان في تعاون جميل، جروب مبسوط ومتفاهم ومستانس، يوصل على طول حق الناس. الحمد لله. الحمد لله. بس انت عارفه الكلام الخليجي الصعب انه يوصل عندنا، مش دايما. صح. لان كلام ممكن يكون مو مفهوم، ممكن يكون طريقه طرح الكلمات صعب ان يغنونها معانا، لكن لان خفيفه الاغنيه نفس ما قلت لك، خفيفه ف الحمد لله وصلت. طيب بما انك معانا عندنا في القهوه وقهوه بيومي واحنا مصريين، انا عاوزك تغني لي بالمصري. انا عندي اغنيتين باللهجه المصريه اصلا. فاغني لك واحده منهم. يا ريت. سمعيني. اقول لك. مشكور، تسلم. اقول لك، بقول لك ايه؟ بقول لك ايه، عينك خطفني سرقني وطول الوقت وحشني، حاولت اداري ده لكني غلبني هواك، هاند لي مشاعر حلوة جوايا ومعنى جميل في دنياي، كفاية سكوت بقى كفاية أنا عايزة. الله الله يا حنين بجد. طيب هي اللهجة المصرية سهلة عليكي كخليجية يعني؟ ايه، أنا عن نفسي أحب اللهجة المصرية، أحب أتكلم فيها، أحب أغنيها، خفيفة علي. ليكي أصحاب مصريات؟ كتير. أوه. أنت رحتي مصر كتير؟ كتير جدا جدا.
مين من المطربات المصريين اللي تحبي تغني لهم؟ احب ام كلثوم، احب شيرين، احب انغام، يعني احب اغني اغاني مصريه وايد حق الكل صراحه للامانه. ايه اللي بتسمعيه عند ام كلثوم تتمنى انك تغنيه؟ انت عمري. انت عمري؟ احب انت عمري، واحب الف ليله وليله. اغانيها عظيمه، يعني انا حتى اسمع اغاني حق ام كلثوم في ناس تنصدم ان حتى في ناس مصريين يقولون احنا ما نعرف هذه الاغاني حقها من كثر ما انا احب اسمع لها. حافظه لها ايه؟ وايد اغاني، الف ليله وليله، انت عمري، اكثر اغاني يعني احب ان انا ادندنها مع نفسي. نسمع حته من الف ليله وليله؟ طبعا. يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء ونجوم قمر وسهر وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا. مقطع صغير لان الاغنيه الحلقه كلها تحتاج عشان احنا نغنيها. انت خدتينا لايام الست يعني عظمه. مين تاني غير الست؟ مين غير ام كلثوم؟ انت قلت لي شيرين عبد الوهاب. احب شيرين وايد. شيرين، تحب شيرين؟ احب شيرين بشكل مخيف. واضح انك مهتمه بالطرب والمطربين القدامى. مفيش حاجات من الايقاع السريع من الاغاني المهرجانات او الكلام ده بتستهويكي؟ ممكن وانت قاعده تغنيها وسط اصحابك؟ مهرجانات؟ اللي هو فن المهرجانات؟ فن المهرجانات؟ لا يعني صعب اسمع هذا اللون من الفن. اللي هو فن المهرجانات انت تقصده حرفيا؟ صعب اسمع صراحه. ازاي وانت شابه تمسكي العصايه من النص زي ما بيتقال، يعني ما بين الفن الحالي الحديث اللي موجود دلوقتي باللحن السريع وكل الكلام دوت والطرب؟ ازاي المزج، ازاي البالانس ما بين الاثنين؟ هذه تعتمد على اختياري للحن والكلام في ميزان. يعني ما يصير مثلا يكون عندي لحن وقاع سريع جدا واوظف فيه كلام ثقيل جدا. يعني لازم اوازن بين ان الكلام يكون خفيف لكن له معنى طبعا مع هذا اللحن. في حال انا سويت اغنيه لحنها هادي وبسيط رتم على قولتهم سريع بطيء سوري، هني اقدر اوظف اي كلام ابي. هني اصلا مو حلو انه يكون الكلام خفيف لانه راح يكون جمله بطيئه بكلام خفيف، يعني مو ثقيل ما له معنى في طول هذه الاغنيه. انت قاعد تغني كلام بسيط مو حلو راح يكون. تمام. اصلا حنين، وجهه نظرك كمطربه، كفايه الموهبه ولا لازم التعليم، لازم العلم، لازم دراسه؟ يعني شيء يشيل شيء، مو شرط دراسه كامله. يعني انا دارسه موسيقى لكن كفنان اللي من الله عنده هذه الموهبه ممكن يتعلم له اشياء بسيطه. لكن انا عندي وجهه نظر عكس، مو كل شخص دارس موسيقى موهوب. لان هذا الشيء يصير من داخل الانسان طبعا. يعني مو اي شيء اتعلمه اقدر ان انا اسويه طبعا. لا صعب بالعكس، اصلا هذا الشيء يحتاج موهبه اكثر من الدراسه. الفن يحتاج موهبه اكثر من الدراسه. بس انت معايا في ان الدراسه بتفيد المطرب، خصوصا المطرب والملحن والاغنيه، في ان انتوا الموضوع مش صوت حلو فقط. صح. الموضوع موضوع مقامات. صح. انا لما درست استفدت من هذا الجانب. كذلك لما تعلمت اعزف على آلات عرفت وايد اشياء وفكري صار يختلف شوي تماما. صرت اعرف اوظف الالحان على الكلمات وشنو بختار حق هذا اللحن بعد دراستي للموسيقى. صح. هو شيء وايد يفيد طبعا، وايد يفيد طبعا، ولكن الموهبه شيء اساسي اكبر. انت ممكن تسمع مطربه يعجبك صوتها قوي لكن وانت قاعده تسمعيها تقولي البنت ديت موهبه جامده جدا بس مش دارسه. المطرب ده موهوب جدا بس مش دارس.
صح. لانه ممكن يتنقل نقلات مش صحيحه. صح. طيب حنين عندها البوم شتوي والبوم صيفي سنويا، ما الفرق ما بين الالبوم الشتوي اللي بينزل في الشتاء والبوم الصيفي اللي بينزل في الصيف؟ فرق كبير تماما. يعني لان البوم الشتاء غير عن البوم الصيف في الاغاني، في الايقاع، في اللحن. يعني اغاني لا حر، انا احتاج اسمع شيء ينعشني، يحركني، يونسني. فهذا الفرق بين اغاني الصيف واغاني الشتاء. كذلك مو شرط انا على البحر، يعني انا طالعه من البيت الساعه 12 الظهر، اكيد ما بشغل اغاني فيها مطر وهواء لا يختلف تماما. البوم الشتاء لابد انه يكون ثقيل، كلام ثقيل، لحن. البوم الصيف لابد انه يكون خفيف، نفس اي شيء نستخدمه في الصيف. العطر اللي نستخدمه في الصيف خفيف، الهدوم اللي نستخدمها في الصيف خفيفه. كذلك الشتاء كل شيء ثقيل، العطر، الهدوم، كل شيء. انا معاكي في العطر، الفن كذلك، ومعاكي في الملابس. لكن هي اول مره اسمع مساله ان الاغنيه الشتوي ما ينفعش تتسمع في الصيف. اول مره اسمع اصلا التصنيف ده، ان يبقى في حاجه اسمها اغنيه شتوي واغنيه صيفي. هذا منهج جديد انا ابي ادخله والله في عالم الفن. وفي يوم من الايام راح يتذكرون الناس كلامي بان اغلب الفنانين الشباب وممكن الكبار راح يمشون على هذا الفكر. يعني في ناس دائما لما اقعد اقول لهم يقولوا لي انت شلون تفكرين، عادي ممكن كذي. لكن انا اوعدكم يعني واوعد كل الناس ان في يوم من الايام راح يتذكرون هذا المنهج اللي انا قاعده اسويه. احنا ممكن نكون بنعمل كده من غير ما نصنف او ناخد بالنا. بمعنى ان انا لو قاعد في المصيف مع اولادي على البحر بنشغل اغاني، كل الاغاني دي انت بالنسبه لك كلها صيفي، صح، واحنا مش واخدين بالنا. صح. في ناس لان مو مستوعبه ان هي بالصيف تسمع هذه الاغاني بس، ما تسمع الاغاني الشتويه. بس في ناس ملاحظه نفسها ان هي بالصيف تسمع اغاني معينه وبالشتاء اغاني معينه، بس مو فاهمه ليش. هذا اللي انا ابي اوصله، اللي هو ليش انا اسمع كذي، لان هذه اغاني ثقيله. يعني صعب في الحر ان انت تسمعها، صعب. ممكن تسمعها في الحر بس بالليل ومزاج، ممكن شخص من 100 من بد 100 شخص يمزج على هذه الاغنيه. لكن في شيء اسمه اغنيه شتاء وفي شيء اسمه اغنيه صيف، نفس ما في عطر شتاء وعطر صيف ولبس شتاء ولبس صيف. هذا المنهج اللي انا قاعده امشي عليه وابي اسويه في تاريخي. ممكن ناس تختلف وتتحاربي يعني ينتقدوكي جدا في الموضوع دوت، ان الناس تختلف ان مفيش حاجه اسمها كده بس احنا زي ما بقول لحضرتك احنا ممكن نعمل دوت من غير ما ناخد بالنا. يعني هفترض ان انا لو على البحر وولادي مثلا سمعوني اغنيه لام كلثوم، فانا اقول لهم والنبي حد يسمع ام كلثوم على البحر؟ ام كلثوم دي عايزه سلطنه، عايز ابقى قاعد كده حتى لو على الكافيه اهوت قاعد بسمع ام كلثوم ومركز في كل كلمه بتتقال. طبعا. لكن الدوشه اللي على البحر وصوت الموج ولكوني على البحر الكلام ده ممكن اسمع اغاني خفيفه. طبعا هي دي بقى اللي احنا بنسميها صيف. هذا اللي احنا نسميه اغاني صيف بالظبط. ايقاع يختلف، اللحن يختلف، الكلام يختلف، الغنى يختلف. يعني اكيد ما راح تقعد على البحر تسمع مواويل. صعب. ممكن يطلع لك شخص يقول انا اسمع كذي بس عشان يبي ياخذ يعطي معك في الكلام. هذا انا ما اسمع. هذا انا ما اسمع، ما اتناقش معه. طيب انا عاوز اشوف وجهه نظرك عمليا. نفسي اسمع ولو كوبليه من اغنيه شتوي لحنين وكوبليه من اغنيه صيفي لحنين. اوكي، انا اغني لك من اغاني انا شتوي واغاني صيفي وشوف شنو الفرق. ماشي. ما تقوليش بقى ان دي شتوي ودي صيفي وانا اقول. اوكي ماشي، يا رب انجح. اتفقنا. مكسورة وحزينة متألمة، حاسة بشعور في من الوجع ومشاعري فعلا مبهمة،
ومشاري فعلا مبهمة. انا بريت، دي اغنيه شتوي جدا. شفت هذا الفرق، هذه اغنيه شتوي، اكيد ما راح اسمع مكسوره طبعا. وحزينه طبعا. وانا في البحر ولا انا في اليخت مبسوطه اكيد راح اشغل مثلا غريغه لا من عشقها قلب اشتعل ثار يحبني وهام بي حطني وشال زلزلني زلزال وبكل الاحوال بيها انا ابي. اكيد راح اشغل اغاني كذي هذا الفرق بين اغاني الصيف واغاني الشتاء. طيب يقال ان الفنان اللي ناجح وراه مدير اعمال ناجح. طبعا. انتوا عندكم بيبقى اسمه مدير اعمال ولا وكيل اعمال؟ لا مدير اعمال. مدير اعمال. احنا عندنا مدير اعمال. نفس الموضوع مدير اعمال؟ طبعا مدير اعمال. مدير اعمال. مدير الاعمال للمطرب بيبقى وظيفته ايه بالظبط؟ هو اللي بياخد مواعيد الحفلات ويوافق لك عليها، هو اللي يختار المكان اللي انت ولا انا مش عاوز اتكلم. انا عن نفسي مدير اعمالي بالنسبه لي هو انا شخصيا. يعني انا شنو احتاج بالملي هو لابد انه يسوي. لازم تقعدوا تتفقوا الاول على هو عارف كويس طبعا هو لازم يكون يعرفني انا يعرف شخصيتي يعرف حياتي يعرف اسلوبي يعرف شنو احب يعرف شنو ما احب حتى يعرف شنو اكل وشنو ما اكل. يعني انا مدير اعمالي من اقرب الناس الى قلبي والى حياتي يعني لازم هو يكون حريص علي وكانه هو انا. وانا افضل هذا الشيء لان انا مريت في كذا تجربه من ناحيه الاداره. فتعلمت شنو لازم تكون الاداره، والاداره هي اهم شيء. يعني ماكو فنان ناجح من غير اداره صحيحه الاختيار بناء على ايه لمدير اعمالك؟ غير الامانه طبعا وغير انه يبقى عارف كويس وكل حاجه وشطارته. الاختيار بناء على ايه؟ وهل هو راجل ولا بنت؟ انا افضل ان اشتغل مع هو ما عندي مشكله تكون مديره اعمالي بنيه بس انا افضل انه يكون ريال علشان يستحمل كل ضغوطات الحياه وكل التواقيت وفي اي وقت ممكن نسافر وفي اي وقت ممكن نرجع. ممكن نصور في عز الحر يستحمل، هو ريال يستحمل. ممكن نصور في عز البدله، احنا صورنا في اعلى جبل ثلج ممكن الانسان يوصل له. يعني مستحيل تروحي تعملي حاجه معكيش فيها مدير اعمالك. طبعا مستحيل. طبعا يعني مستحيل. لو عنده ظروف ممكن تعتذري. لا هو ممكن ما يكون معاي رايح لو هو عنده ظرف كبير ولكن مستحيل اروح بدون ما هو يكون منظم لي كل شيء. كل شيء يكون جاهز. يعني كأنه معاي بالضبط. هو كأنه موجود معاي. لكن لو ما راح معاي ممكن اخذ معاي شخص ثاني اني ما اكون بروحي. لكن انا افضل بان مدير اعمالي هو اللي يكون موجود. اللي يكون موجود. حنين ايه الجديد اللي بتحضري له دلوقتي؟ شنو قاعده احضر؟ انا الحين في البوم الصيف. بعدها على طول الالبوم الشتوي. البوم الشتوي هم عباره عن 5 اغاني مثل البوم الصيف عباره عن 5 اغاني وبعدها ان شاء الله ندش عليه بعده شوي 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 شوي. ولكن في خلال الشهور الجايه عندي عده حفلات ان شاء الله في مختلف انحاء الوطن العربي. شهر 8 تبيش متاخره على الصيف؟ لا ابدا. لما ينزل؟ لا الميعاد المظبوط. انا نزلت في شهر 6 اغنيتين. ولكن هذا ماكسيموم عشان اعطي اغاني حقها. الناس يخف سيزن الصيف تماما شهر 9. فانا في كل مثلا شهر 6 الحين اغنيتين بعطيها فرصهم في شهر 6 و7 في شهر 8 اغنيتين واعطيهم فرصهم في شهر 8 و9 وبعدها البوم الشتاء يشتغل حق الناس ان شاء الله. هذا التفكير الصحيح طبعا. مجموعه الاغاني. طيب والمسرح، سمعت انك بتحبي قوي مسرح الطفل وتشتغلي معاه ومن نجوم المسرح انت. احب مسرح الطفل جدا. تمثيلا وغناء ولا غناء فقط؟ انا ضد ان المغني يكون ممثل. فعلشان شيء احرص باني ادخل مسرح غنائي. يكون مسرح غنائي باني ما اطلع من طور اللي هو المطربه ولا المغنيه. لان الناس تحب تشوف حنين المطربه وتسمع صوتها. عشان انا فعلا بس مغنيه ومطربه مستحيل اكون ممثله في يوم من الايام. انا مركزه على نفسي في هذا الشيء علشان كذي فقط الناس تلاقيني في المسرح الغنائي فقط. جمهور الطفل
ذواق جدا. وجمهور الطفل اقصد مسرحيات الطفل يعني صعب ارضائه. ازاي حنين وما يجاملش، ازاي حنين وصلت لقلبهم بالسرعه دهيت، وازاي حبوها وبسم الله ما شاء الله يعني اصبحت دلوقتي عندهم حاجه كبيره جدا. الطفل علشان تكسبه لازم تناقش عقله، لان عقل الطفل صعب اي حد يوصل له. أيوة. اي حد يكلمه صعب احد يفهمه. هو دائما الطفل عنده عالم خاص داخل. فانت لما تشتغل على نفسك ان انت توصل هذا العالم اللي موجود داخل عقل الطفل، معناته انت وصلت حق كل الاطفال. فالحمد لله يعني انا اعرف اتحكم في صوتي، في اداء صوتي في هذا المكان، في هذا المشهد، في هذه اللقطه. اعرف متى اصعد بالنبره، متى انزل. كذلك حركتي على المسرح، الاي كونتاكت اللي بيني وبينهم يلعب دور كبير على المسرح. بعد ممكن في يوم من الايام نشوفك في مسرح للكبار، ولا انت مكتفيه بدوت وممكن من بعد شويه كمان تترك المسرح عشان الغنى والطرب خدك؟ للامانه انا ما اتوقع انه ممكن اكون في مسرح كبار. لكن انا انسان ممكن يتغير رايي، بس 90% او 95% ما راح تلاقوني في مسرح كبار، مسرح طفل فقط. وانا اتوقع انه ممكن يوم اصلا ما يكون عندي وقت للمسرح بعد. ولكن انا افضل ان انا دائما افضي نفسي في سيزن المسرح، لان هذا شيء انا وايد احبه، يعني وايد احبه وايد. فافضل اني انا اكون متواجده في هذا السيزن. لكن اتوقع ان في مرحله راح اوصل لها من خلال تركيزي على نفسي كمطربه ومغنيه، انه ما راح يكون عندي وقت للمسرح. طيب نفسي اسمع حاجه الحنين بتاعتك، ونفسي اسمع حاجه الحنين يعني بصوت حنين لشيرين. اوكي. نسمع من الالبوم الصيفي. ايوه. اسمع. دايم تغيب بلا عذر وغصبا علي، انتظر عادي يوم او شهر، ولا من حق اسالك ساعة منك او ثواني، مو لازم اعاني حتى لو قلبك نساني، قلبي يجيك ويوصلك هذه أغنية من الألبوم. ونسمع حق شيرين. مثلا نقول كده يا قلبي حتى مني كل حاجة حلوة فيا، كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي، يعني خلاص أنا مش هشوفك تاني، مش هلمسك، مش هحكي ليك عن حاجة تعباني، كنت روحي لما كان جواي روح، عمري ما تخيلت انك يوم تروح، مش فاضل لي مني غير حبة جروح. الله الله. طيب حنين، ايه رايك في المطرب اللي بيكتب ويلحن لنفسه؟ اذا استمر في هذا الشيء على طول، يعني انا عادي ما عندي مشكله اكتب ولحن. انا اكتب ولحن، ممكن انزل اغنيه في السنه سنتين مره كلامي ولحني. ولكن لو استمر على هذا الشيء دائما، هذا بدايه طريقه للفشل. اكيد يعني 100% هذه بدايه النهايه حقه، لانه هو مش هياخد باله انه بيكتب وحش، هو مش هياخد باله انه بيلحن وحش طبعا. وما راح يركز ان
هو شخص واحد، هي روح واحده، هو احساس واحد. يعني هو فكر واحد، مو مجموعه افكار. فهذا فشل فظيع راح يكون حقه هو. يعني ممكن احس مره، احساس مره تصير، لكن على طول هذه جريمه في حق نفسه كفنان صراحه. سمعتي كلام عجبك قوي وراح للملحن بوظه، حصل؟ طبعا. وغيرت وغيرت الملحن. وفي اغاني ممكن تصير ان الكاتب يكون متعاون بس مع هذا الملحن ويرفض ان لا، وهالشيء ممكن يسبب احراجات ولا شيء. فخلاص اقول لها يعني تتربى في عزك ان شاء الله الاغنيه. تتربى في عزك. تتربى في عزك الاغنيه. طيب سمعتي كلام حسيتي انه مش احسن حاجه بس قلتي تعمليه وانت مش مقتنعه قوي وكسر الدنيا، حصلت مع حنين؟ يعني سمعتيه وكمان اللحن لما اتعمل يعني مش ايه تمام، هو معدي يعني مقبول بس مش احلى حاجه، مش احسن حاجه، وكسر الدنيا. وكسر الدنيا. حصلت؟ حصلت. كرهتي الاغنيه؟ ما اقدر اقول، ما تقدريش تقولي. طيب بس يعني سبحان الله، اكيد انت بتعتز بيها جدا من بعد ما كسرت الدنيا. صح. لان ياما احنا برضه بنعمل بس صعب اقول ايه كذا، صعب عشان ما حدش اللي كاتبين ما يزعلوش. طبعا عشان ما حد يزعل مني. انا مش ناقصه والله، مش ناقصه. صح مش ناقصه. طيب ما فكرتيش تغني تتر مسلسل ما تعرضش عليكي؟ بلى تعرض علي وايد. بس كان المفروض في رمضان مصر هذه السنه انا اكون موجوده في احدى التترات، ولكن حصلت شويه اشياء وما حصل. بس ان شاء الله في الجاي باذن الله. وفي الكويت للامانه مره ما عجبني الكلام، ان قلت يعني صعب انا اغني هذا الكلام، صعب الناس راح يوصل لهم مني هذا الكلام. بعدين هذا كلام قصه، يعني مو كلام يتغنى يعني. حتى مع اللحن طريقه الطرح الكلام صار شكله مو حلو. ومره ما عجبني اللحن. هذا اللي حصل معي صراحه. لكن غنيت في اغنيه في مسلسل بين الحلقات طلعت الاغنيه، لكن كتتر مسلسل ان شاء الله في السيزونات الجايه باذن الله. الحفلات اخبارها ايه معاكي؟ تروح تعمل حفلات؟ حلوه الحمد لله. عندي حفلات في كذا مكان في الوطن العربي، يعني مو بس في الخليج، وغنيت في اغلب الاماكن المهمه، الدول المهمه اللي مهم حق الفنان في مسيرته انه هو يغني فيها. ايه المكان اللي تحبي تروحيه تعملي فيه حفله في مصر؟ في مصر؟ ايه المكان؟ الساحل، شرم، غردقه، القاهره، اسكندريه؟ ايه المكان تبقي مستمتعه؟ القاهره والساحل. القاهره والساحل الاثنين. لان اماكن يعني على طول فيها حياه. الساحل صيف طبعا، ولكن القاهرة صيف وشتاء ممكن أسوي عادي، ما عندي مشكلة، لأن على طول حياة على طول حياة، جمهور موجود على طول، جمهور حلو جميل، حضور جميل. فالقاهرة والساحل هم أقرب. أنا جيت الكويت 3 مرات، دي المرة الثالثة. عمري ما اتفسحت في الكويت، عمري ما خرجت ورحت مكان في الكويت. ليش؟ تقولي لي أروح فين؟ أنت تقولي لي أروح فين؟ عشان الحين احنا حر، عشان احنا الحين حر ممكن تروح المولات يعني. المولات لا ما فيش مكان اروحه امشي على البحر الكلام ده. انا مش فارق معايا الحر قوي عشان الحر بتاعكم جاف مقبول مهما كانت درجه الحراره. انا اكتر حاجه بتاذيني الرطوبه، لكن هو ما فيش رطوبه في الكويت. صح، او يمكن اليومين دول ما فيش رطوبه في الكويت، ما اعرفش يعني. فالحر مهما توصل درجه حرارته كمان ممكن اقبله طالما ما فيش رطوبه، بعرف اتنفس يعني زي ما بيتقال. ففين المكان اللي انا ممكن اروح في الكويت استمتع بعيدا عن المولات؟ لان مع احترامي المولات في جميع انحاء العالم. صحيح. انا عاوز امشي على البحر، عاوز امشي على شاليه في البحر، تاخذ لك فندق من فنادق البحر، تتمشى على البحر، يخت. في حته شعبيه في الكويت انا ممكن انبسط فيها حتى رايح اشتري حاجات لاولادي. امباركيه. ايه الامباركيه طبعا. تحب نجاة؟ طبعا. اكيد. بس مش حافظه لها حاجه؟ عيون القلب؟ لا حافظه لها، بس شنو ممكن اغني لها؟ فايزه. نجاة فايزه. لو صعب اسمع انغام. انا شايف ان انغام دي
امتداد الكبار بتوعنا، امتداد نجاة وفايزة أحمد. أنغام فنانة عظيمة، أنغام ماسكة نهج مخيف صراحة، مخيف يعني. عندها فكر نظيف، عندها إدارة حلوة، حريصة قوي، حريصة دقيقة، تعرف شنو تقول حتى في الكلام. حتى وهي واقفة على الستيج تعرف شنو تقول، شنو تتكلم. تعرف شنو. عظيمة. أيوه عظيمة أنغام يعني. وصوت شيرين جبار. شيرين عبد الوهاب، شيرين الإحساس والصوت توصلني دائما وأبدا. على المستوى الإنساني بقى، ما اعرفش انت تعرفيها ولا لا، بنت بلد وطيبة طيبة. لا أنا تكلمت معاها مرة واحدة، لكن أخلاق ولا أروع، وأسلوب ولا أجمل، وطيبة بشكل فظيع يعني. الأمانة. نغام، غنية حق نغام. غني. لو اختار ما بين نفسي وما بينك، هعترف بان انت اجمل واجمل، وكمان اولا بحبك سنين في السر وما حدش عارف، وانا ادفع سنين تانيين واحبك في العلن. الله الله، نورتيني وشرفتيني، وانا فرحان جدا ان صاحبتك اتاخرت عليك لغايه دلوقتي. الله، اتوقع ان هي خلاص على وصول باذن الله. شرفتيني ونورتيني. شكرا لك. بجد. شكرا لك.